الجو حر جدا ومفيش الناس ملهاش نفس للأكل، للمكرونة والرز والحاجات ديت. هنعمل العيش القمر ده القمر للسندوتشات جنب الأكل للوجبات الخفيفة. إن شاء الله إن شاء الله الطريقة سهلة جدا جدا وهتعجبكم. أنا لميا إبراهيم ودي قناتي. ما تنسوش تدعموا أختكم في اللايك والشير عشان الكل يستفاد بإذن الله. أول خطوة معايا قطعة من الخميرة ونص كوباية من المية ومعلقة سكر. هقلب الخميرة كويس جدا كده واحط معلقتين 3 من الدقيق. ودي طريقتي في المخبوزات. بتطلع المخبوزات معايا بسرعة جدا ومبتاخدش اي وقت معانا. هخلط المكونات دي كلها مع بعض واسيبها على جنب لحد ما اكمل بقية المكونات بإذن الله. ما تنسوش يا حبايب قلبي تدعموني باللايك عشان الكل يستفاد بإذن الله. طريقة سهلة جدا وبسيطة إن شاء الله إن شاء الله. الطريقة دي هتكون جميلة جدا يعني هتخليها وصفة عندك سهلة جدا وسريعة، مش هتاخد منك أي وقت ولا أي مجهود. أول حاجة معانا يعني حوالي كوباية من الزبادي، تمام، ورشة من الملح، تمام. هبدأ اخلط كده المكونات بتاعتي. مفيش زبادي عندك فيه لبن هتحطي معلقتين خل على اللبن وهيبقى زبادي. برضو مفيش لبن هيبقى لبن على مية والنتيجة كلها هتطلع جميلة جدا بإذن الله. دلوقتي انا حطيت الخميرة واللبن. هبدأ دلوقتي احط الدقيق بتاعي، ولو احتجت مية مفيش لبن احتجت مية دافية حطي مية دافية عادي خالص مفيش مشكلة. انا دلوقتي معايا حوالي كيلو من الدقيق، تمام. انت حابه تقللي المقدار قلليه براحتك خالص، عايزه تضاعفي الكميه هتضاعفيها مفيش اي مشكله خالص، تمام. دلوقتي هبدأ اخلط المكونات وزي ما حضراتكم شايفين انا جنبي لبن. مفيش لبن موجود يبقى زي ما قلت لحضراتكم ميه دافيه، تمام. هبدأ احط اللبن شوية بشوية، لو احتجتها ماشي ما احتجتش مفيش مشكلة. دلوقتي معايا كوباية من الزيت على سمنة نباتي سايحة زي ما حضراتكم شايفين. اخلط بقى العجينة لحد ما تبقى القوام بتاعها. هبدأ اخدمها زي ما حضراتكم شايفين واعجن فيها. العجن ما بياخدش مني يعني حوالي 7 دقايق بالكتير خالص والعجينة بتكون جاهزة معايا. والعجينة بتاعة العيش ده بتكون طرية شوية، تمام، مش بتكون يابسة عشان اما تيجي تبططيها وتخبزيها ما تفلقش من الاحرف كده، تمام، بتكون طرية شوية. هبدأ بقى دلوقتي اغطي العجينة بتاعتي واسيبها تختمر جنبي على المطبخ لان الجو حر جدا. دلوقتي انا قطعت العجينة بتاعتي كور صغيرة كده بحجم الليمونة، بس انت لو حابة تكبريها كبريها، حابة الحجم اللي انت عايزة تعمليه مفيش اي مشكلة. دلوقتي انا هعملها مدورة، حابة تعمليها مطولة كده اعمليها براحتك خالص. اهم حاجة الخطوات بتاعة العجين انما الخبيز ده يرجع لك انت، تمام. فبقى انا دلوقتي هبقى اخبزها ببططها كده بالمردانة والسمك بتاعها بيبقى بنفس الطريقة دي. ففرشت مفرش نضيف وبدأت احط عليه الخبز بتاعي واسيبه يرفع كمان. يعني بعد ما اخلص الخبيز كله هسيبه يرفع 10 دقايق وابدأ اخبزه في فرن حامي جدا. الفرن بتاع العيش الشامي ده بيبقى حامي من فوق ومن تحت، يعني مش من تحت عالي قوي، متوسط من تحت وعالي من فوق، تمام. عشان ياخد معانا اللون الجميل وينفخ زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين ما شاء الله، طبعا النار عالية اهيت والفرن شغال، شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنبدأ بقى نجيب ندير كده من الشمال لليمين او زي ما حضرتك يعني تشوفي انت الفرن بتاعك نظامه ايه. فبتديري كده لحد ما ياخد اللون معاكي البخاخة ساعة ما يخرج من الفرن ببخ الوش بتاعه بيبقى جميل جدا جدا. ينفع معاكي للمدارس للأولاد جنب الأكل تعملي أكلة حلوة كده تحبيشة يبقى جميل جدا جدا. شايفين ما شاء الله طبعا جميل جدا جدا أحسن من اللي بنشتريه من بره مليون مرة. حاجة نضيفة عاملاها ببيتك لأولادك وما ينحرموش منك أبدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير عشان الكل يستفاد بإذن الله، واشوفكم على خير في فيديو قادم بإذن الله.